بصي ما شاء الله الخبز طري ازاي، بصي شايفة، جميل جدا وسريع التحضير من غير بيض وعلى الطاسة. وهنعمل الحجم الكبير بالشكل ده وهنعمل الحجم الصغير بالشكل ده. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم خبز الشوفان الطري من غير استخدام اي نوع دقيق تاني، شوفان وبس. ومعلش لو الفيديو النهارده هيكون طويل شويه، بس علشان انا هعمل لكم كل حاجه بالخطوات وبالتفاصيل، من العجن، من ازاي هنسويه، كل حاجه. برحب باي حد بيتفرج عليا جديد، وبتمنى تنضم لعيلتي اللي بتكبر كل يوم بيكو. اشتركي في قناتي بالضغط على كلمة سبسكرايب او اشتراك اللي لونها احمر اللي تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس باختيار كلمة الكل اللي هتطلعلك علشان يوصلك اي فيديو جديد هنزله في الفترة اللي جاية، وانا بنزل كل يوم فيديو جديد. المكونات معايا: كوباية وربع من دقيق الشوفان. انا بجيب الشوفان الحبوب الكاملة وبطحنها انا في البيت في الخلاط او في المطحنة. الحاجات بقى الاضافية لو انتي عايزة تحطيها حطيها، بتدي قيمة غذائية اعلى. يعني مثلا انا هنا مستخدمة بذر كتان معلقة كبيرة طحناها بس علشان الجسم يستفيد بيه افضل، والامتصاص بتاعه يكون افضل. حاجة بسيطة، رشة بسيطة قوي من الكركم، طبعا في المناعة حلوة قوي. وكمان حبة البركة او الحبة السوداء برضو حاجة بسيطة قوي، ورشة من الملح. المية اللي انا هستخدمها معايا هي نص كوباية من المية زي ما انتوا شايفين، ودوبت فيها معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، حاجة بسيطة قوي من العسل عشان بس الخميرة تتفاعل، عسل او سكر. معلقة كبيرة من الزبادي او من الروب، معلقة كبيرة من الزيت النباتي او زيت الزيتون. هنزل اول حاجة بالمكونات الجافة كلها، وهنزل بقى بالمية اللي هي بالخميرة، ومعلقة الزبادي. معلقة الزبادي او الروب دي الفايدة منها ان هي بتخلي معانا العيش طري، ومعلقة زيت نباتي او زيت الزيتون. وهبتدي بقى اقلب المكونات دي كلها مع بعضها. انا عايزاها تكون عجينة القوام بتاعها يكون طري. امزج كله مع بعض كويس جدا. زي ما انتوا شايفين انا مش هحتاج تاني مية ولا شوفان كمان، انا هدخل بس المكونات كلها مع بعضها كويس. وهي العجينة لازم تكون ملزقة زي ما واضح معاكم كده زي ما انتوا شايفين. انا عارفة ان في ناس كتيرة قوي بتخاف من استخدام الشوفان في العجين وكده، بس بجد هو مش صعب خالص. هو بس يعني عايزك تحطي بس ايدك فيه، يعني تجربي بس مرة في مرة هتبصي تلاقي الموضوع بقى سهل قوي كده. زي ما انتوا شايفين قوام العجينة تقيل، مش مية يعني، بس في نفس الوقت ملزقة جدا. سيبها شوية لمدة نص ساعة مثلا بالكتير. الشوفان اللي موجود في العجينة هنا هيمتص السوائل اللي فيها وهيبقى عجينة متماسكة. رجعت لكم تاني بعد نص ساعة ونشوف بقى العجينة مع بعض. بصوا اهي اتمسكت، بقت عجينة متماسكة. هبتدي بقى اطلعها من الطبق اللي هي فيه، اجمعها كده. لونها طبعا مصفر شوية مكان الكركم. جمعها بس كده كويس. ممكن بس عشان التلزيقة البسيطة اللي فيها دي معايا شوية من الزيت كده، هاخد حاجة بسيطة قوي كده في ايدي كده، اجمع بس بيهم العجينة. حلو، شايفين كده القوام بتاعها جميل قد ايه. وبالشكل ده خلاص انا كورت الكور كلها، عملت 3 كبار هنعمل بيهم 3 رغيفة كبار، والباقي هيكون صغيرين. ودهنت كده شوية زيت في المكان اللي انا هفرد فيه الرغيف عشان بس ما يلزقش مننا. بصوا العجينة طرية ما شاء الله ومرنة ازاي، مع انها بالشوفان، يعني ممكن نفردها اصلا بالايد مش محتاجين نشابة.
هنحاول نفرد العجينة بسمك يكون رفيع، ممكن بس عشان شكله يكون افضل من كده يعني ممكن بقطاعة نروح مقطعينه كده فيكون معانا دايرة متساوية اهو. انا عايزة السمك يكون رفيع كده. انا كده جيت على النار، طاسة تيفال اهي محطوطة على النار، وابتدي بس ايه نقطة الزيت دي بس اوزعها كده في الطاسة، وبعدين ابتدي احط معايا الرغيف. النار من متوسطة لهادية ما تكونش عالية، وزي ما انتوا شايفين كده لونها من فوق الوش بيبتدي يغمق زي ما واضح معاكم كده، يبقى كده هي ابتدت تدخل في السوا من تحت. هستنى لغاية لما اللون اللي من فوق الوش كله يكون لون الغامق اللي بيظهر قدامكم ده، شايفين؟ عشان ابتدي افكر ان انا اقلبها. ما ينفعش اقلبها دلوقتي خالص عشان ما تتكسرش مني كمان. شايفين لونها ازاي بقى غامق. وصفة الخبز دي حلوة جدا جدا، مش ناشفة مقرمشة زي الخبز المشبع، وفي نفس الوقت مش طرية زي العيش البلدي العادي بتاعنا، عشان ده شوفان وشوفان بس من غير استخدام اي نوع دقيق. كده انا ممكن ابتدي ان انا اجرب اقلبها اهي. شايفين ازاي خدت لون من تحت؟ برضو اديها فرصة تستوي من الوش التاني ده، ويبقى كده خلاص جاهز معانا الرغيف. ريحة الكركم مع حبة البركة بجد فظيعة. لو عايز تحطي اضافات بقى زي كمون زي شمر ينسون، اي نكهة انت بتحبيها طعمي بيها عادي جدا العيش بتاعك تحفة. خلاص كده الرغيف ده استوى، دلوقتي هبتدي بقى اطلعه على الفوطة اهو، على طول كده على فوطة، واروح مغطياه وابتدي اكمل تسوية الباقي. وكده معايا الخبز بعد ما خلصته. بصوا شايفين طري ازاي؟ طري بس زي ما اتفقنا مش زي العيش البلدي اكيد، وفي نفس الوقت مش ناشف مقرمش زي الشرايح الخبز المشبع. فانا بفضل ان انتي تعملي كمية صغيرة تقضيكي كده كام يوم بس، ولما تخلص ارجعي اعملي تاني احسن من ان انتي تشيليها في الفريزر. وادي الحجم الكبير، بصوا ما شاء الله ازاي طري، شايفين؟ وبتمنى ان الفيديو يكون عجبكم النهاردة، واللي يجرب الطريقة يقولي رأيه في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.